السلام عليكم، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم غادي نحكي لكم قصه من القصص المغربيه المشوقه اللي كتحكي على معاناه فتاه اللي تختطفات وكنتمنى تعجبكم. يلا نبداو قصتنا. كما العاده جا الصيف وغندوزو بين حيوط دارنا، ما بين الزريعه والتلفازه، حتى من الفايس اللي كنا كنشدو به الوقت كرهونا فيه صحاب البحر. فين ما كان شي بحر الا وداير بها الاشهار، تقول مشى لجزر مالديف. اصلا حنا غير في المغرب، اللهم الدار ولا نخرج نشوف هاد الشعب. المهم بدون مقدمات، اختكم موجزه في لافاك ومتقاعده في الدار. هاد 4 الحيوط مشاركه معاهم جميع فصول السنه هاد العام، حيت باقي ما سهل لينا الله في خدمه، وحتى من الدار ما بغاو يخليونا نخرجوا نديروا اضراب بحال خوتنا. قال ليك حقا البنت يصلح ليها الكوزينه. دوك الماء المنشورين في السطح باقي ما هداك الله تنوضي تحكيهم ولا تخلي الشمس دير خدمتها. واخا امي واخا، راه قلتلك في يقيني بكري، دابا راه الفيلم بادي حتى يساليو نمشي ليهم. وهاديك الحلوفه والله ما نلقاهم مغسولين ومسوحين ومستفين، حتى الجيران يجيبوا خبرنا اليوم. الله ودي برد يا الوالده، يسالي الفيلم نوض ليهم. يولي عندي قلتو هاني خرج انا وجداك ندورها شويه مسكينه يضربها الهوا. واخا واخا امي يسيري كوني هانيه، راني دق ما غنحلش حتى نطلو من السرجم، وما غنشعلش البوطه، وما غنخرجش ونخلي الباب محلول، راكي خليتيني مرا وقاده. ايوا راني كنوصي ونعاود حيت عارفه كلشي اش والده. هانا مشيت مع سمات الباب تسد، نط كنسمع الطيور اللي معشين لي في كرشي. انا ما كيجيني القص غير ملي تخوى الدنيا. نط للكوزينه لقيت الثلاجه كتصفر، وتفكرت لغطات الثلاجه وبالفعل لقيت واحد 5 دراهم تما. وانا نمشي نجمع الوقفه هزيت جلابتي ومشيت بالسبقلاوه وقلت ليه تسنى حتى نرجع ليك. طفيت التلفازه وقلبي تيوجعني، لكن الجوع والحرام اقوى من الحب. مشيت للحانوت لقيتها ساده، ما فيه اللي يمشي لشي حانوت اخر وكون غا مكانو بعاد. يلا هضرت بغيت نرجع وانا نسمع في كلشي كترغبني. شفت فيها وكملت الطريق ومشيت كنقلب على حانوت حال. وانا غدا ما حسيتش باللي دزت من طريق الخلا، ولكن اصلا البلاصه حدا الدار، ودغيا غنمشي نقضي الغرض ونرجع بحالي. وانا غادا شفت واحد المولاتي الحديده، ما حسيت حتى سالو ريوغي، وكان فيها واحد الراجل، لا بلاتي 2 رجال هما، ويمكن كانت شي مرا بلي بحال شي فولار في السرجم ديال الطوموبيل، وكانوا مستاسيونين حدا واحد الفيلا. وبقيت غدا ما تسوقتش، مشيت للحانوت وشريت بوطه السردين وواحد ماجي ماكس. ومع تميت غدا راجعه لدارنا لاحظت بلي ديك الطوموبيل باقا تما، وقلت يمكن هما ماشي قدام دارهم، وقلت وقيله تجلاو. قلت نمشي ندير الصواب ونسولهم حيت بانت ليا معاهم المراه وما بغيتهاش تكرفص. وانا نتفكر هادشي اللي هازه وانا نقول بلاش، هما عندهم طوموبيلتهم وانا تابعني الفيلم والقص. المهم كملت طريقي وواحد شويه كنسمع الكلاكسون. درت لقيت ديك الطوموبيل نيت اللي خليت واقفه، وقفت وبقيت كنشوف فيها. نزل واحد الدري زويون وجا عندي وهو كيبتسم، وانا نخبي البوطه السردين مور ظهري. وابتسمت وصافي، قلت اليوم ابتسم لي القدر، خليونا نبتسموا مجموعين. وصل عندي وقال لي السلام، رديت عليه وعليكم السلام. هو قال لي عافاك بغيت نسولك ما كاينش شي سناك ولا ريستو قريبه بغينا ناكلو، ومع دخلنا لهنا ما لقينا والو. لا هنا ريستورات ما كاينيش، ولكن كاين واحد سناك قريب عنده الحوت يا سلام ما تشبعش منه. يلا هضرت نعت لي فين جا وانا نحس بشي حاجه في نيفي، بلا ارادتي طيحت داكشي اللي شريت وما عقلتش باقي اش وقع ليا. ضربتني رفيقه وفي حليت عينيا، حسيت بعظامي مدكوكين، ولكن هاد الناموسيه واخا هكاك مزيانه حسمس الداري اللي كنعس فيه. بلاتي الناموسيه وهي مامتي فين انا؟ ما جا في بالي بنات الناس غا داكشي اللي جا في بالكم دابا. وانا نضربها بتنقيزه وحده ولقيت راسي باقا بحوايجي وحتى حاجه ما طرات. هنا حمدت الله، ها واحد الهم حيدتو، والهم الثاني هو اللي انا فين دابا. هاد خوتنا لاش خطفوني، ومادام ما اغتصبوني ما والو اشنو بغاو عندي؟ ما بقاش عندي الوقت للتسوال، ولكن 100% ملي لقيت راسي هنا هادشي ما كيبشرش بالخير. نط بغيت نحل الباب ولقيتو مسدود وعييت معاه. وتقول واش بغا يتحل؟ الشراجم كاملين مسدودين بكرياج الحديد، ولقيت راسي طيحه ديال الكلاب. بقيت ساعه وانا كنفكر، وملي عييت من التفكير نت كنقص فوق الناموسيه.
ما عرفتش باش بلاني الله، ولكن بانت لي غا في اللعب، باش الا كنت غنموت اليوم نكون شبعت التنقيص. شويه سمعت الحس وانا نضربها بسقله، ورجعت تكيت ودرت راسي ناعسه، وفي نفس الوقت كنشوف بنص عين. دخل داك ولد الحرام اللي سولني على الريستو، داك وجه النحس. كل ما كنت في هذا الوضع كنت طحت عليه بشي قجه. حتى قلت لقيت فارس الاحلام، ولكن صدق كلب. المهم كان معه واحد اخر صحيح عليه، لا هنا بالضبط صحيح عليه. وحسيت بقلبي كيعوم في الماء اللي في كرشي، وانا بديت كنعرق بشكل لا ارادي. صافي انا اليوم غنمشي فيها كفته ما فيهاش. الله يا ربي الله، حيت ما نحاول نفكر في الدعاء اللي كانوا كيلوحوا البنات في الجروبات والو. الشهاده هي اللي بقات كتبان ليا هاد الساعه. تبت صبعي اللي كامل كيترعد، وبديت كنشهد في خاطري، واش هادي باقا ما فاقت؟ ها انت كتشوف دابا كيفاش هاد البلان؟ واش كثرتي من العبار؟ لا راه غير شويه اللي درت، وملي شماتو طاح تكاو. هي هادي كتمثل علينا، ولكن انا نفيقها بطريقتي. غير سمعت طريقتي وانا نضربها بفيقه عالميه. بربي ويحط عليا شي حد فيكم يديه حتى نهرسها ليه. نتوما اش بغيتو عندي؟ ما حشمتوش، خاطفين وليا ما في داع حيله. رجال نتوما، واش ما عندكمش خواتاتكم؟ لا باين عليكم حيوانات كابرين في غابه وما عندكم تصيله. بزاف عليكم تكونوا بنادم باش من حق تخطفوني. انسان ما دار لكم والو، صحاب لكم كاينه السيبه. وانا نتفكر باللي حنا في المغرب، وباللي طاح طيحه ديال النعاش. صافي قلبت الديسك القانوني والانساني وبديت في ديسك اخر. عافاكم، ها نتوما كتشوفوا راني غابنت جلده على العظم، وما غتصوروا مني والو. انا غير خطيه، وطلقوا هاد الخطيه تسرح وما تديو ذنوبها. صافي هضرتي؟ لا باقي خاصني نقول شي حال من حاجه باش تشفقوا عليا، ولكن القلب بصير واللسان قصير. ايوا ملي قصير سديه ولا نزيد نقصروه لك. نسمع باقي حسك غن. حمد تكلف كنت في هادي وجيبها للطوموبيل. انا في خاطري حمد النبك، وانا كنت كنفكر هاد تيتيت اش تكون سميتو. كنت طايحه فيه. دابا ما بقيت كنحملو، كرهني في تيتيز وخلالي عقده منهم. سميتك حمد؟ يا سميتك زوينه. شوف اخاي حميده، وقفت معاك وقفه ديال العيالات ملي كنتي محتاج للتنعات، ونعت لك بكل روح رياضيه. حرام عليك هكا ترد ليا خيري. هو يقول لي هو دوماج الزين ما كنتش باغي نتلاقاو هكا، مي راك ساويه الثمن. وانا نقول له واش كتنز عليا؟ راه واخا تشوفني كنهضر هكا راه الصحه عالم بها غير الله. فيا بو مزوي وسينتا وفقر الدم وشك حتى السرطان يكون فيا، غير ما زعمتش ندوز حيت خفت لا نتصدم بالواقع وما نلقى باش نشري الدواء والتحاليل. راني كل نهار كنطيح، وراني غير خاشيه راسي في الدار حيت ما كنقد على خروج. الصحه عيانه. دابا عقلك كيصور ليك واش انا بوكيمون يريد الخير للناس، وباللي غتقدري تقنعيني بهاد جوج كلمات ونعنقك ونقول لك هيا بينا ونهربك من لهنا ياك. وانا نقول له بكل نظره بريئه عافاك. وهو بدا كيضحك. يلا زيدي تحركي قدامي، انا نضيع مليون على قبل قصيطه مصديه. لا زوينه هادي. وكان لي هما ارادوا كتفوني وحطوني في واحد الطوموبيل، والمصيبه الكبرى هي سدوا ليا فمي وعينيا بجوج. دابا وليت بحال الا مدفونه في قبر. ما عرفتش شحال طالت الطريق حيت كنت ناعسه. ايوا دخلنا عليكم بوجه الله. اش بغيتوني ندير ملي ما نقدر لا نشوف ولا نهضر؟ اللهم غنحلم في شي نساء. ملي فيقوني حسيت بعظامي كاملين متشنجين، حتى قلت ياك ما دقوا ليا شي بره، ورجع فيا الشلل. ولكن بمجرد ما جاتني واحد الدفعه من داك خونا الدحش عاد وليت صابه، ورجعوا الاطراف كيتحركوا بالهلا يطريه ليا. بقينا كنتمشاو وشحال وعينيا مسدودين ورجليا مطلوقين، ما عرفت فين غادا. حتى وقفوا وهما يحيدوا ليا ديك الشرويطه اللي كانوا عامليني بها، ولكن حلفوا ما يحرروا فمي. ايوا المهم كيف ما كان الحال الحمد لله على نعمه البصر. وصلنا لواحد الكوخ صغير ودخلوني لتما وسدوا عليا تاني بعد ما فكوني ومشاو في حالهم. بقيت كنفكر اش هادشي كامل اللي طحت فيه، وكنفكر في ماما مسكينه كيفاش غتكون ملي ترجع وما تلقانيش في الدار. واهم حاجه هو المصير ديالي، واش غنتقتل ونترمى في شي بلاصه ولا غيديوني يعذبوني. وتفكرت صحاب دي بواب، وهنا تخلعت ديال بصح. ولكن مستحيل نبقى في حال هكا، ضروري نتحرك وندير شي حاجه. المهم نحاول نخرج راسي من هاد الورطه.
جلست كان بلاني مع راسي وقلت دابا الا حاولت نهرب من لهنا غنغامر من جوج جوايه. اولا انا ما عارفاش هاد الغابه، يمكن هاد الخوت دغيا يلقاوني، وديما الواحد الا بغى يهرب خاصو يكون حافظ الطريق، وهاد النقطه بالضبط ماشي لصالح ديالي. ثانيا غالبا ما غتكون الحراسه مشدده على الكوخ، والا حاولت نخرج اكيد ما غنتفضح. الا حصلوني غادي يوليو يشدوا عليا اكثر واكثر. هنا بالضبط طاحت في بالي واحد الخطه مدروسه اللي نقدر نتحرر من هادو الا صدقات. دازت ساعتين ويمكن حنا في الجوج الليل او اكثر، وانا من الصباح ما طاحت في امي النعمه. وجاب الله تفكروني هاد خوتنا، الله يغرقهم كيف غرق فرعون، وجابوا لي طبسيت العدس. اودي بنادم غيصوروا من موراك الملاين وما يخسروا عليك حتى ماكله مقاده. نعم يا سادة، إنهم ولاد بلادكم. المهم تقويت، وهداك القرد اللي جاب الماكلة نساه هنا واحد البيل تاع الضو، وأنا نهزو وخبيتو. أودي ما تعرفوا الوقت اش تجيب. المهم كليت وتقويت وأنا نضربها بواحد الناسة. الغد ليه فقت على أصوات الضوضاء. شي حد قال ورا كان خاصكم تنقلوها البارح، اش هاد الخدمة ديال الزبل. شي حد اخر جاوبو راه خفنا انا نغامرو ويلقاونا البوليس، داكشي علاش بيتناها البارح هنا باش اليوم نتحركو وما يعيق بينا حد. هذاك اللي هضر الاول جاوبو شوف ما تضيعوش الوقت كثر، خاص الامانه ضروري توصل اليوم. راه اليوم كاينه العمليه، وإلا ما تزيد قبل راه ضعنا كاملين. تاني جاوبو واخا كون هاني اليوم تكون تما. اختكم كتهضر مع راسها وكتقول دابا عاد فهمت 100% بغاو يديو ليا الكلوه ولا القلب ولا بحال والو الطيحال. لا صافي واقيلا هادو غيديو ليا الدماغ، ما فيهاش. مستحيل نسمح في شبر واحد من الجسد ديالي، واللي جبدني يلقاني. الواحد هو اللي يموت على راسو وولادو مستقبلا زعما. هزوني كتفوا لي يديا وسدوا فمي وسدوا عليا في الكفر. طيلت الطريق وانا كنحاول نفك يدي، بديت كنحرك في يديا وكنوسع ما بيناتهم ونرجع نلاقيهم بحال الا كنصفق، ومخدمه حتى سناني باش نوصل للطرف ديال الحبل. بقيت غادا هكاك حتى قدرت نفك راسي شويه، حسيت بالطوموبيل وقفات، وهنا فين غتبدا الخدمه. وقفات قصتنا هنا، وغنكملوا قصتنا في الجزء الثاني اللي غتكون فيها احداث ومغامرات مشوقه. وما تنسونيش باعجاب واشتراك وحتى بارطاج، واللي بغاني يكمل القصه يكتبها لي في التعليقات. خليتكم في امان الله، نتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله.